صابلي الكيلة اللي راهم داير الحالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جبت لكم مقادير مضبوطة ويخرج كمية ما شاء الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل في صحة جيدة، في احسن الاحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات فيديو جديد. وهذا لا فيديو راح تكون وصفة تاع صابلي الكيلة اللي راهم داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جبت لكم مقادير مضبوطة بواحد الإضافات، زيدوا بنة على بنة، وكيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي شوفوا كيف ما يجي يذوب في اليد قبل الفم. وتقدروا ديروا به يعني ديروا بات وحده وتنوعوا بها، يعني بات وحده تقدروا تخرجوا 3 انواع 4 كيما درت انا اليوم، وشوفوا كيف ما يجي. دونك بلا ما نطول عليكم ياسر حبوباتي، راح نروحوا مع بعض للمطبخ ونشوفوا طريقة ومراحل تحضير وصفتنا لنهار اليوم. وقبل ما تبداو لا فيديو حبوباتي، نحبكم تصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة وسلام. كيما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى المسلمين، ربي يرحمهم ان شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، امين يا رب العالمين. انا نروحوا مباشرة لوصفتنا لنهار اليوم. كيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي انا درت علبة نتاع زبدة، الوزن تاعها 500 غرام، تكون بحرارة الغرفة. زدت عليها علبة ناقصة صبع نتاع زيت، يعني تكيلو بنفس العلبة كامل المقادير. ضربتهم تخيط بيان بالبيترا، اللي ما عندهاش البيترا دير بالباتر، واللي ما عندهاش الباتر غير بيدها، يعني اللي ما عندهاش باه تخلط مش هذا اللي يمنعها انها دير هذه الوصفة. دونك انا درتهم في البيترا هكا باش نسهل عليا العملية. ضربتهم تخيط بيان، شوفوا الخليط البنات كيف ما هو اللون نتاعو ابيض، يعني هذاك الزيت والزبدة متزجوا تخي بيان، وهذا هو سر نجاح الوصفة. دونك حبيباتي من بعد ما خلطتهم ضفت لهنا كيلة ناقصة صباع نتاع سكر غلاسي، وضفت كيلة نتاع مايزينا، الكيلة تكون معمرة تاع المايزينا. راح نزيد لهنا لافاني، درت مغرف كبيرة باسكو عندي كمية ما شاء الله. وعندي لهنا كيس نتاع خميرة كيميائية ضفتو كامل يا البنات، ولازم انكم تغربلوا كامل النواشف هكا باه الوصفة تنجح معكم. سيرتو الفرينة، عفوا سيرتو الخميرة يا البنات. كيما تعرفوا الخميرة نلقاوها مدايره هذيك الحبيبات، دونك الى ما غربلتوهاش دونك راح تفسد لكم العجينه نتاعكم. وروحوا دركا للبيض. انا لهنا البنات درت 5 بيضات كاملين مع صفار بيضه. كيما راكم تشوفوا راح نزيد نضرب كلش بالبيترا حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل. شوفوا الله يبارك، يعني كيف ما الخليط تاعي البنات ضاعف الحجم نتاعو. قلت لكم في بدايه لا فيديو اللي ما عندهاش البيترا ولا الباتور غير بيدها وهي خدمتها. هنا الاضافه اللي راح تعطي للصابلي تاعكم بنه يا البنات على بنه. انا هنا كنت ضفت له كميه من اللوز المرحي، درت هكاكا حوالي نص كيلو. اللي ما عندهاش اللوز تضيف الكاوكاو اللي يكون مرحي غبره يا البنات، يعني تحمص الكاوكاو تاعها. صدقوني يعني الصابلي تاعكم يجيكم بزاف بزاف بنين، حتى وتاكلوه وحده يعني البنات، بلا سكر بلا معجون بلا اي حاجه يجيكم بنين. احنا خلط كلش مع بعض وراح نفرغ لهنا الخليط نتاعي في حاجه اللي تكون ميستحه كيما انا درت في القصعه البنات. وراح نبدا نشيح بالفارينه. راح نعطيكم مقادير مضبوطه للفارينه. وديما حبيباتي نقول لكم يعني كل وحده وفارينتها، كاينه اللي تشرب وكاين اللي لا. انا هنا ضفت الكيله الاولى، زدت الكيله الثانيه، راح ندخلهم غير بالسباتول، يعني هنا قبل ما نلوح يدي نخلطوا غير بالمغرف. ومن بعديك نزيدوا 2 كيلات يبقاو، يعني كلش يا البنات راح تدي معكم 4 كيلات نتاع فارينه. هنا درت القرصه تاع الملح اللي ما لازمش ننساوها في جميع انواع حلوياتنا، هي اللي راح تعدل لكم الذوق يا البنات. هنا دخلت هذوك 2 كيلات، راح نزيد الكيله الثالثه. وهنا راح نستعمل يدي، ندير الكيله الثالثه البنات ندخلها غير هكا شوي، ندخل يدي باش هكا نشوف القوام نتاع العجينه تاعنا. من بعد ما دخلت الكيله الثالثه، قلت لكم البنات الرابعه ضيفوها بالتدريج. انا بديت ضفت غير نص مع الاول، ومن بعديكا كملتها كامل. ما تزيدوش البنات على 4 كيلات هكا باش العجينه تاعكم ما تجيكمش يابسه. لازم عجينه الصابلي باه ما يتغيرش الشكل تاعو البنات في الفرن، وباه ما يجيكمش يابس ويجيكم يقرمش او ميم طون طري. لازم ما تكونش العجينه تاعكم يعني يابسه، لازم تكون طريه يا البنات وتتحكموا فيها كما تحبوا نتوما. انا هنا كما راكم تشوفوا لحت كامل هذيك الكميه نتاع الكيله الرابعه، لميت العجينه تاعي والله يبارك
يبارك، بسم الله ما شاء الله جاتني كمية ما شاء الله. شوفوا البنات هذه خرجت لي أكثر من 240 حبة. يعني كمية ما شاء الله. 240 حبة البنات فردية، مي كي ديروهم مع فوق بعضاهم راح تجيكم 120 حبة. هنا حبيباتي مباشرة بديت نخدم فيها، يعني ما خليتهاش حتى ارتاحت، غطيتها مليح. يعني الكمية الأولى هزيت هاد الكمية اللي راكم تشوفوا فيها، والأخرى البنات كنت غطيتها بكيس بلاستيكي، لازم تغطيوها مليح باش ما تنشفش معاكم وتبداو تشكلوا فيها. أنا خيرت 3 أشكال، دونك راح ندير بها 3 أنواع، وراح كل نوع يعني نخليه لكم في فيديو وحده. أول طابع البنات ديت هذاك المدور، يعني كي نقولوا العيد نقولوا صابلي تاع السكر، يعني ما كانش عيد ما نديروش فيه الصابلي العادي هذاك اللي نشربوا به الحليب. وصدقوني يا البنات أنا يعني في العيد نحب ديما الحلويات اللي تكون نقدروا نشربوا بها الحليب، ما همش هذوك البريستيج. دونك درت هذاك على شكل قلب، ودرت على شكل اوفال، ودرت هذا المدور البنات باه كيما قلت لكم ندير به الصابلي تاع السكر. شوفوا لهنا السمك البنات، يعني ما تكونش رقيقه ياسر وما تكونش خشينة. ستفت هنا في البلاطو تاعي اللي يدخل الفرن، كنت طبعتهم كامل، طيبتهم. هنا البنات يعني اللي تحبوا أبيض خليه أبيض، أنا نحب صابري يكون شوية يبدا يحمر باش هكا يجيكم مليح. وهاوليكم من بعد ما طاب. شوفوا صراحة حبيباتي يعني الحجم تاعهم كامل زي بعضاهم، ما يتقلصش معكم الحجم نتاعو، ويجيكم بسم الله ما شاء الله يذوب في الفم. شوفوا هاوليكم لي 3 موديل اللي درتهم، وكما سبق وقلت لكم يعني ورا هذا الفيديو راح نخلي لكم كل يعني موديل كيف ما زينته. شوفوا حبيباتي يعني صراحة هذاك اللوز اللي زدته في العجينة يعطيها بنة، وكما قلت لكم مش ضروري انكم ديروا اللوز، يعني تقدروا تستعملوا غير كاس نتاع كاوكاو يكون مقلي ومرحي بودري يا البنات، وصدقوني راح يعطيه واحد البنة من اروع ما يكون. كما راكم تشوفوا يعني درت معكم حبيبة قصيتها، قلت لكم يجي طري ويجي بزاف بزاف هايل. النتيجة هاي قدامكم، يعني نتمنى منكم كامل تجربوا الوصفة. أما يعني اللي حابة تدير كمية قليلة تقسم مقادير على 2 وراح تتحصل على أروع صابلي. دونك هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو تاعنا نهار اليوم، نتمنى أنها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى أنها نالت إعجابكم. إلا عجبتكم حبوباتي نقولكم ما تنسونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما. ولي أول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي قبل ما تخرجي منها ما تنسايش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد القناة. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وستناوني في فيديوهات جديدة. سلام.